بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة سنة رابعة وأولياء أمور سنة رابعة. النهاردة هنراجع مع بعض ضمن سلسلة مراجعات بعملها لدروس دراسات الاجتماعية للصف الرابع. راجعنا الدرس الأولاني في الدراسات الاجتماعية وراجعنا الدرس الثاني. النهاردة هنراجع مع بعض الدرس الثالث. طب الدرس الثالث يا مستر كان بيتكلم عن ايه اصلا؟ كان بيتكلم على نماذج للمشكلات الاجتماعية في بلدنا مصر. هسيب لك رابط شرح الدرس ده في وصف الفيديو، وهسيب لك المراجعة، ومعاك في شرح الدرس في اختبار الكتروني في وصف الفيديو. ابقى بعد ما تسمع الدرس حل الاختبار الالكتروني، وهيكون معاك المراجعة الحلوة دي ان شاء الله. الدرس هيبقى سهل جدا. اول جزئية من الاسئلة معانا: اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة. اول سؤال معانا بيقول ايه؟ من المشكلات التي تعوق أو تعيق التقدم المصري ومشروعات التنمية الأمية والفقر. طبعا المشكلات الاجتماعية كلها بتعيق التقدم الاقتصادي أو التقدم المصري، يبقى الإجابة إيه؟ الإجابة صحيحة. نشوف السؤال الثاني: بلغت نسبة الأمية وفقا لتعداد السكان 2017 نحو 29.8%. طبعا الإجابة هتبقى إجابة غلط، ده كانت 25.8% حسب تعداد 2017. السؤال الثالث: تزداد نسبة الأمية في الريف وتزداد في المحافظات الحضرية. طبعا الإجابة غلط، هي نسبة الأمية زيادة في الريف، بس بتقل في المحافظات الحضرية بسبب انتشار المدارس وارتفاع مستوى المعيشة. السؤال الرابع: تعد محافظة المنيا أعلى محافظات مصر من حيث الأمية. طبعا محافظة المنيا أكبر محافظة فيها أمية، بعدها على طول محافظة بني سويف. أما أقل المحافظات في الأمية محافظة البحر الأحمر. نشوف السؤال رقم 5: من أسباب زيادة نسبة الأمية الهجائية انتشار المدارس في كل مكان بمصر. طبعا الإجابة غلط. طب يعني ايه يا مستر أمية هجائية؟ عدم قدرة الفرد على معرفة القراءة والكتابة. يبقى مش بسبب انتشار المدارس، بسبب قلة المدارس، وكذا سبب هنعرفهم دلوقتي. نشوف السؤال السادس: من جهود الدولة للقضاء على الأمية الهجائية إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار. طبعا الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية اتعملت سنة 1992. طبعا الإجابة صح، دي من جهود الدولة عشان تقضي على الأمية. نشوف السؤال اللي بعده: من خلال وسائل الإعلام يمكن مواجهة الأمية الهجائية برفع الوعي المجتمعي لأهمية التعليم. طبعا رفع الوعي للمجتمع بيقضي على ايه؟ بيقضي على الأمية من خلال وسائل الإعلام. طبعا الإجابة صح، دي من حلول القضاء على الأمية. السؤال اللي بعد كده السؤال الثامن: تؤدي الأمية الهجائية إلى انتشار الفقر والبطالة. طبعا الإجابة صح، بتؤدي إلى البطالة، بتؤدي إلى قلة فرص العمل، يبقى فيها فقر وبطالة. نشوف السؤال اللي بعده: تقوم الدولة بمواجهة الأمية الهجائية لكي تحقق النمو الشامل. طبعا الإجابة صحيحة، الدولة بتواجه الأمية عشان تعمل تقدم اقتصادي وتعمل تنمية شاملة، يبقى الإجابة صح. السؤال الأخير ما في صح وغلط: تزداد نسبة الأمية بين الإناث أكتر من الذكور. طبعا الإجابة صح، الأمية أكتر في الإناث عن الذكور بسبب بعض العادات والتقاليد الخاطئة، يبقى الإجابة إيه؟ الإجابة صحيحة. بكده بخلصنا أول سؤال صح وغلط. نشوف السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. السؤال الأولاني: تعد مشكلة الأمية الهجائية مشكلة هل محلية ولا عالمية ولا ساحلية ولا قارية؟ طبعا مشكلة الأمية مشكلة في كل العالم، يبقى مشكلة إيه؟ مشكلة عالمية وليست في مصر بس. نشوف مع بعض السؤال الثاني: ترتفع نسبة الأمية بين نقط عن نقط في مصر. يعني نسبة الأمية مرتفعة فين؟ في الذكور عن الإناث ولا الإناث عن الذكور ولا العمال وعن الفلاحين؟ طبعا بترتفع
عن الذكور، الإناث عن الذكور. الإناث أكتر في الأمية من الذكور. نشوف السؤال الثالث. تم إنشاء الهيئة العامة لتعليم نقط محو الأمية ومحو الأمية عام نقط. طبعا الهيئة العامة لتعليم الكبار اتعملت سنة 1992، يبقى الكبار و1992. نشوف السؤال الثالث. نقوم برفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم من خلال وسائل. عايزين نرفع وعي المجتمع، الناس كلها تعرف المشكلة دي عشان نحلها عن طريق ايه؟ وسائل ايه؟ طبعا وسائل الإعلام، يبقى وسائل الإعلام. السؤال الخامس. تقلل نقط من فرص الحصول على العمل، ما بتخليش انت لك فرصة تشتغل بين الأفراد فينتشر نقط. تقلل ايه؟ طبعا بتقلل الأمية. فينتشر ايه؟ طبعا فينتشر البطالة. يبقى تقلل الأمية من فرص الحصول على عمل بين الأفراد فتنتشر البطالة. نشوف السؤال السادس. تقوم الدولة بإنشاء نقط للاستيعاب الكامل للأطفال ومواجهة نقط التعليم. طبعا الدولة بتعمل ايه؟ بتعمل المدارس. طب بتعمل المدارس ليه؟ لمواجهة التسرب التعليمي، الناس اللي بتسيب المدرسة وتطلع. نكمل مع بعض أسئلة الاختياري. السؤال اللي بعد كده. الأمية تتسبب في انتشار الجهل ونقط بين الناس. طبعا الأمية بتتسبب في انتشار الجهل والخرافات. يبقى لو قلت لك ما نتائج الأمية بين الأفراد هتقول لي بتعمل جهل وبتعمل خرافات بين الناس. السؤال اللي بعد كده. من أسباب انتشار الأمية في مصر. إيه أسباب الأمية في مصر؟ طبعا أسبابها زيادة عدد السكان. أسبابها تاني تسرب التلاميذ من المدارس. يبقى زيادة السكانية والتسرب التعليمي لأطفال. نشوف السؤال اللي بعده. تعتبر منظمة اليونسكو اليوم نقط من شهر سبتمبر من كل عام هو اليوم الدولي للنقط الأمية. طبعا هيبقى يوم ايه من شهر سبتمبر؟ شهر 9، اليوم الثامن من كل عام هو اليوم الدولي لمحو الأمية. نشوف السؤال اللي بعده. الأمية نقط تعني عدم قدرة الفرد على القراءة والكتابة. طبعا دي الأمية الايه؟ الهجائية. أما الأمية التكنولوجية هي عدم قدرة الفرد على تشغيل الأجهزة التكنولوجية. يبقى دي الأمية الهجائية. يلا نشوف السؤال الثالث. أكمل الجمل التالية. يعني سؤال أكمل، يلا مع بعض نحلوه. السؤال الأول بيقول إيه؟ من جهود الدولة لمواجهة الأمية. الدولة عملت جهود ياما عشان تواجه الأمية. أولا أنشأت المدارس، يبقى إنشاء المدارس. 2 رفع الوعي المجتمعي عن طريق وسائل الإعلام. 3 إنشاء مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية. يبقى إنشاء المدارس. 2 إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار سنة 1992. نشوف السؤال الثاني. من أسباب انتشار الأمية في مصر. من أسباب انتشار الأمية في مصر. أول حاجة قلنا زيادة السكان. 2 تسرب عدد كبير من الأطفال من المدارس. 3 برضو انخفاض مستوى المعيشة. يبقى زيادة عدد السكان، تسرب بعض التلاميذ من المدارس. نشوف السؤال الثالث. من نتائج انتشار الأمية في مصر على الأفراد. على الأفراد بتسبب للأفراد إيه الأمية؟ بتسبب لهم حاجات كتير. أول حاجة انتشار الجهل والخرافات بين الناس. 2 بتقلل من فرص العمل اللي بيلتحق بها الأطفال. السؤال اللي بعده. من نتائج انتشار الأمية في مصر على الدولة. الأمية بتعمل إيه للدولة؟ أول حاجة بتؤدي إلى انتشار البطالة، مش بس البطالة، وانتشار مين؟ وانتشار الفقر، وتدني برضو الاقتصاد القومي، وبرضو بتؤثر على التنمية المستدامة اللي موجودة في مصر. السؤال اللي بعده. تعد محافظة نقط هي أعلى محافظات مصر في نسبة الأمية.
طبعا محافظة ايه؟ المنيا، لسه قايلينها دلوقتي، دي اعلى محافظة في الأمية. تليها محافظة ايه؟ طبعا لسه قايلينها محافظة بني سويف. يبقى المنيا بعدها على طول محافظة بني سويف. نشوف السؤال اللي بعده. بلغت نسبة الأمية وفقا لتعداد عام نقط نحو 25.8% من جملة السكان البالغين. طبعا آخر تعداد لنا كان سنة كام؟ سنة 2017. يبقى 2000 وإيه؟ 2017. نشوف السؤال السابع. تزداد نسبة الأمية في نقط وتقل في نقط. طبعا نسبة الأمية بتزداد في الريف وبتقل فين؟ بتقل في الحضر أو في المدن. يبقى تزداد نسبة الأمية في الريف بسبب العادات والتقاليد الخاطئة بين الإناث، وتقل في الحضر بسبب انتشار المدارس والجامعات. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال الثامن. تزداد نسبة الأمية بين نقط وتقل بين نقط من سكان الريف. لسه قايلينها دلوقتي إن بتزداد نسبة الأمية بين الإناث وتقل بين الذكور. يبقى نسبة الإناث في الأمية أكتر من الذكور، يبقى الإناث وتقل بين الذكور. ليه ده كله؟ بسبب العادات والتقاليد الخاطئة اللي موجودة في الريف، يبقى الذكور. نشوف السؤال التاسع. تمثل نسبة 17.7% من سكان نقط نسبة الأمية. طبعا 17.7 نسبة قليلة، يبقى هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في مدن أو الحضر، يبقى في الحضر. بينما تمثل نسبة نقط من سكان الريف من جملة سكانها. طبعا هتبقى 32.2 لأن الأمية أكتر في الريف عن الحضر. نشوف آخر سؤال معانا في أكمل. تم إنشاء الهيئة العامة لتعليم مين؟ لتعليم الكبار طبعا، ومحو إيه؟ ومحو الأمية عام 1992. يبقى الهيئة العامة اتعملت 1992، وتعرف الرقم ده أو السنة دي لأنها مهمة. ومحو إيه؟ ومحو الأمية. نشوف جزئية تانية من الأسئلة معانا. الجزئية الخامسة سؤال بما تفسر. يعني إيه؟ يعني اذكر الأسباب. أول سؤال عندنا في بما تفسر، ويعتبر جاوبناه في الأسئلة اللي قبل كده. السؤال الأولاني: انتشار الأمية الهجائية في مصر. طبعا قلنا بسبب زيادة عدد السكان وانخفاض مستوى المعيشة، برضه تسرب عدد من التلاميذ من المدارس. يبقى بسبب زيادة عدد السكان وتسرب عدد كبير من التلاميذ من المدارس وانخفاض مستوى المعيشة. نشوف السؤال الثاني: إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار. ليه الدولة عملت الهيئة العامة لتعليم الكبار؟ طبعا للقضاء على الأمية أو مواجهة الأمية الهجائية. عملتها سنة 1992. نشوف السؤال الثالث: إنشاء العديد من المدارس الحديثة. ليه الدولة عملت العديد من المدارس الحديثة؟ كترت من عدد المدارس ليه؟ لاستيعاب الأطفال ومواجهة التسرب التعليمي. يبقى لاستيعاب جميع الأطفال ومواجهة التسرب التعليمي. السؤال اللي بعد كده: خطورة مشكلة الأمية على الفرد. يعني ما نتائج الأمية؟ لأنها تؤدي إلى الفرد، لأنها تؤدي إلى حاجتين. أول حاجة انتشار الجهل والخرافات بين الناس، وتقلل طبعا من فرص العمل. يبقى لأنها تؤدي إلى انتشار الجهل والخرافات بين الناس وتقلل فرص العمل. نشوف آخر سؤال معانا في جزئية بما تفسر. خطورة مشكلة الأمية على المجتمع. طبعا بتعمل ايه في المجتمع؟ لأنها تؤدي إلى انتشار أول حاجة البطالة، تاني حاجة الفقر، وتؤدي إلى ايه؟ أو تؤثر على التنمية الشاملة
أو التنمية المستدامة اللي في مصر، وبتعمل برضو تدني الاقتصاد المصري، يبقى لأنها تؤدي على انتشار البطالة والفقر وتؤثر على التنمية المستدامة. الجزئية الثانية من الأسئلة: ما النتائج المترتبة على؟ السؤال ده من الأسئلة المهمة. أول سؤال: انتشار الأمية المعلوماتية بين الأفراد. نتيجة انتشار الأمية المعلوماتية أدى إلى قلة التواصل بين الناس أو الأفراد وتدني الاقتصاد المصري. السؤال الثاني: انتشار الأمية في المجتمع بيؤدي لإيه؟ طبعا بيؤدي إلى انتشار البطالة، طبعا تدني الخدمات، طبعا تدني الاقتصاد المصري، يبقى انتشار البطالة. السؤال الثالث: انتشار المبادرات المصرية للمشروعات التنموية أو مشروعات التنمية أدى إلى القضاء على بعض المشكلات الاجتماعية. تاني حاجة: وتحقيق التنمية الاقتصادية، يبقى أدى القضاء على بعض المشكلات الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية. نشوف جزئية تانية من الأسئلة، أجب عما يأتي. أول سؤال عندنا في أجب عما يأتي، السؤال الأولاني: ما جهود الدولة المصرية لمواجهة الأمية الهجائية؟ لسه احنا قايلينها دلوقتي، رفع الوعي المجتمعي عن طريق وسائل الإعلام بمشكلة الأمية. 2: أعمل مدارس، إنشاء المدارس عشان تستوعب عدد كبير من الأطفال، وإنشاء مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية. السؤال الثاني: اكتب ما تعرفه عن مشكلة الأمية في كل محافظة مما يلي. محافظة المنيا والبحر الأحمر. قلنا أكبر المحافظات في الأمية محافظة المنيا وبني سويف. أقل المحافظات في الأمية محافظة البحر الأحمر. نشوف السؤال اللي بعده: في رأيك لماذا ترتفع نسبة الأمية بين الإناث عن الذكور، وخصوصا فين؟ خصوصا في الريف. طبعا بسبب بعض العادات والتقاليد الخاطئة زي الزواج المبكر للإناث. نشوف آخر سؤال معانا: دلل على أهمية إنشاء المدارس والجامعات. إيه أهمية إنشاء المدارس والجامعات؟ طبعا لها أهمية حلوة أو أهمية كبيرة للقضاء على الأمية طبعا، وبالذات الأمية الهجائية وتسرب التلاميذ من المدارس. دي أهمية إيه؟ المدارس والجامعات. وبكده يبقى خلصت معاكم مراجعة الدرس الثالث. انتظروني في المراجعة الجاية لبقية الدروس، وهسيب لكم شرح الدرس في وصف الفيديو، وهتلاقي في شرح الدرس اختبار إلكتروني، ابقى حله. مع تحياتي مستر جبر.